A lot of people know you got the world's most famous tattoo, right? It was a picture of a woman that looks exactly like me. هذا داني الوحش اللي غنهضروا عليه اليوم. This one was Danny Trejo. وها احنا جينا، وها لا تقولوا ما جينا. القصه ديال اليوم نخوت على داني الوحش. داني اللي كان في نظر الناس كاملين وحش، ولكن واحد السيده اللي هي سلمى حيك اللي هي ممثله مشهوره في هوليوود دعاتو للمنزل ديالها. القصه ديال داني قصه غريبه، وكنواعدك بانك اول مره غتسمع بحال هذه. فوجد كاس ديال اتاي ديالك ولا قهوه وريح تكونسونطرا ليا مع راسك وتصنت ليا القصه. نبداو القصه من الاول. قبل من هاد داني ما غيولي انسان خطير ووحش وغيدخل الحياه الشوارع والروينه والحباسات. كيفاش كان داني والسبب اللي وصلوا لهاد الحال؟ داني كان واحد الدري صغير بريء اللي كيبغي يلعب مع الدريات بزاف، لان في لونتوراج ديالو كاينين غير الدريات. تيعاود هو باللسان ديالو تيقول ان بنات خالتي وبنات عمتي كان عزيز عليهم، كيف ما كنقولوا حنا خو البنات. كما كيقول بالعباره ديالو هو كنا نفعل كل شيء منفصل عن الرجال، اي كان كيعيش واحد الحياه كبرح العيني على الدريات، فهو كان كيدير التصرفات ديالهم وكيلعب معاهم اللعاب ديالهم. ولكن غتحصل واحد الواقعه اللي غتغير الحياه ديال داني. شنو هي هاد الواقع؟ كيعاود داني وتيقول كنا كنلعب واحد اللعبه واحد النهار، هاد اللعبه ديال التخيل المهم دراري صغار كيلعبوا لعب معينه ديالهم. ففجاه دخل الخال ديال داني وشاف ان داني لابس كسوه ديال الدريات في اللون الوردي. بطبيعه الحال العم ديال داني تفاجئ، وكما كيقول هو جن جنونه، لان بكل بساطه العائله ديال داني كانوا كما قال هو في العباره ديالو، قال لك كنا نتحلى بالرجوله. كانت عندهم القيم ديال العائله ديالهم الرجوله في كل لحظه، ما كانوش كينتظروا ليقبلوا ان الولد ديالهم غيكبر عنده واحد التصرفات معينه. فجاه داني انتقل ومشى يعيش مع الوالد ديالو. في 1951 تبدلات الاوضاع بزاف، وهنا غيكون واحد المنعطف مهم في حياه داني، ان العائله مجموعه لانهم عندهم واحد الجو قبائلي، وكيكونوا العائله مجموعين كاملين كيديروا واحد الحاجه كيسميوها في العاده ديالهم حفل الشواء اللي كيحضروا فيه جميع افراد ديال العائله. ولكن داني ديك الساعه اولا داني داك النهار الوحيد اللي ما كانش حاضر. العائله كامله مني ساقط الخبر ان دري عنده 6 سنين ساد عليه بوه في الطوموبيل، ما تقبلوش القضيه. الخالات والعمات ديالو والنساء وشي وحدين من الافراد حاولوا، وبقى فيهم الدري الصغير وحاولوا، ولكن الرجال ديال ديك العائله الاب ديالو بزاف ما بغاوش ورفضوهم. كان عندهم راي اخر ان داني ما غاديش يحضر. علاش؟ تيقول داني ان الجميع كان كيحتفل بديك النزهه بديك الحفله الا انا كنت كنشوفهم من داخل السياره. شعور صعيب بالنسبه للدري الصغير. هنا بدا كيعرف داني انه كونه راجل ما خصوش يبين الضعف ديالو، بل خاصو يبان انسان قوي. فهنا يختار واحد القدوه اللي غتبان ليه هو قوي. شكون القدوه ديالو؟ غيكون هو العم ديالو، لان العم ديالو هو اللي جا مني الدري تنسى في الطوموبيل وبدا كيفقد الوعي ديالو من شده الحراره، بدا كيغيب. فجاه كيظهر العم ديالو. العم ديالو هو اللي كان نقولوا ان الشخص الاقرب ليه، بينما والدين داني كانوا ما كيبغيوش يكون مع العم ديالو ولا كيبعدوه عن العم ديالو، لان العم ديالو هو الوحيد اللي ما كانش كيخاف من الاب ديالو، هو اللي كما نقولوا نقدو، هو الوحيد اللي يقدر انه يمد ليه يد المساعده منين كان كيبان لداني ان حتى واحد معقل عليه. بالرغم من ان والد داني طلب من الجميع ديال العائله وتوعدهم باش ما يقربوا حتى شي واحد ما يخرج داني من الطوموبيل، الا ان عم داني ما تسوقش ليه وبقى فيه الدري. فهاد الشيء اللي خلى ان داني يبان لي عمو بطل وقدوه ديالو، وغادي هنا غيكون هو الانسان اللي كيحبه واللي كيتعلق به، وهو مصدر الامان ديالو في هذه الحياه. العم ديال داني بدا كيغوت وكيصرخ في وجه ديال با داني وتيقول ليه علاش كتعدى على ولدك، هذاك دري صغير ما كيعرف حتى شي حاجه. هنا قال عبارته المشهوره طلبت ليسوع ان يجعلني مثل عمي. مني كانوا الوالدين ديال داني ما كيتسوقوش ليه، قال لك ان العم ديالو كان واخا يكون كيدير اي حاجه كيحط داكشي كيقول لي الجمله الشهيره ديالو كما قال هو يا بني زعما ماذا تريد اش بغيتي. كان واحد السبب ان العم تيلقى ديما وقت واهتمام لداني. بطبيعه الحال هادشي كلشي كنعرفو، والوالدين ديال داني كانوا كيديروا اي مجهود باش يبعدوا داني على العم ديالو
ولكن بلا جدوى، لان داني كان الاب او العم ديالو بمثابه القدوه ديالو، كيبغيه اكثر من والديه. تيقول داني ان عمي كان عنده ديما العاره، الدريات، الفلوس، ديما الحركه دايره، تيشوف هو داك الشيء هو القدوه، باغي يوصل لذاك الليفل. ولهذا الشيء كامل داني كان كيتبع عمو، تيقلدو في اي حاجه وتيحاول يكون في حاله. قال داني لو كان عمي كان بطل في كره القدم كنت غنكون في حاله، ولكن للاسف كان كيبيع ويشري في البيضه مون امور. مني عرف ان عمو باش يجمع دوك الفلوس كان كيدير عمليات سرقه، وكان كيدير بزاف الحوايج اللي هما لا اخلاقيين. تيقول بانني ما قلتش بان هادشي شي حاجه خايبه، بالعكس هذه حاجه مزيانه. وهنا كما قلت لكم القدوه كتلعب دور، وحنا اللي كنصنعوا من الاطفال ديالنا ناس اسوياء ولا ناس منحرفين في المستقبل. العجيب هو ان داني كان كيشوف هاد الافعال ولا هاد الشيء كامل اللي كان كيدير عمو كيشوفوا شيء بطولي، كيشوفوا انه كيدير شي حاجه واعره وصعيب انك توصل ليه، بل حلم انك توصل لهاد الشيء، لان العم هو الوحيد اللي اظهر لداني التعاطف وكان قريب ليه. وهاد الشيء غيترتبوا عليه بزاف ديال الاشياء. الثمار ديال هاد الشيء غيبداو، ومني ولات عند داني 8 سنين، طفل عنده 8 سنين دار اول كعيه، ولكنه كان دري صغير مرت الامور بسلام. الكعيه الاولى اللي دار نقولوا ماشي شي حاجه خايبه، انه هو وصحابه قال لك ديزين بالليل سمعوا الابقار سمجوا في الكوريات الكبار اللي عندهم تما، سمعوا البقر وسمعوا داك الشيء، سمعنا الابقار قال لك تعاني، سمعوها كدير الاصوات ديالها، فراسهم قال لهم انكم خاصكم تطلقوها. مشيتوا حليتوا على البقر وطلقتوه كيجري في ذاك الليل، والعيد قرب الخوت، والبقر ما كانش من العاكزين او كريطه معلم. قال واحد العباره ضحكاتني، قال لك لابد ان هذيك فاش كيعاود قال لك لابد ان زعما دوك البقرات عاشوا بضع ساعات في الجنه، كان داك الدري كان كيحس بداك سميتو داك السدان، يمكن داك الشوق اللي دار ليه الوالد ديالو في الصغر هي اللي خلاته يحس بان دوك البقر بانه راه مسجون. قال لك دوك البقرات بعدا كنحسوا بواحد شويه ديال سخريه القضاء. ولكن القضيه ما دازش بسلام، لان مزارع الالبان خاضعه لاداره الغذاء والدواء. والله الا خرجها بجوج د اللعيبه الدراري. المساله راه ماشي صغيره خضر، واخا كنضحكوا راه قال لك بالعباره كانت الشرطه الفيدراليه في كل مكان، اذا البوليس طوقوا البلاصه وما كيصحابوا ان كاينين مثلا شي خوتنا كبار اللي دايرين ولا شي عمليه صدق ولا شي لعيبه، فالقضيه كبيره. نحولوا القصه ل 12 عام، مني داني وصل 12 عام اكتشف واحد الجانب مظلم في العم ديالو. هذاك عمو اللي كان القدوه ديالو كيبان ليه بطل ولا كيبان ليه انسان الزن كولو. فجاه لقاه شافر البراوات بيكورات ديال الانسولين ديال الجد ديالو اللي هو كيعاني من داء السكري. قال ليه داني اللي هو الدري الصغير مول القصه ديالنا، قال لعمو عطيني وحده انا ولا غنوشيبك ونرقق بك وغنقول لهم اش كدير. عمو ما عنده حتى شي بادي الا انه غيفضحوا الدري الصغير، فعطاه شويه من داكشي. اكيد غتسائل وغتقول لي اش غيدير بديك البرا ديال السكر. هو خدا البرا خاوي لانه عارفين الخوت باش كان كيعمر. قال لهم اول مره قال لي معاونت عمي ودورت لي عليه الدود دقيت لي البرا، فاذا به يتغير كيتشنج وكيظهروا عليه العلامات ديال الانسان المتعاطي. وهنا مني العم ديالو داخل ليه الحلوفه ما بقاش عارف اش كيدير، عطى الدري الصغير اللي هو داني اللي دري لا يبلغ 12 سنه، عطاه بضعه من القطرات اللي تا هما غادي يدوخوا ليه الدماغ ديالو، لدرجه ان الدري بال في حوايجو. لان الخوت بكل بساطه الدري الصغير عطاه جرعه بالنسبه ليه هو راه جرعه زايده، وكان غادي يخرج على الدري الصغير هو تيعاود ديك اللحظات اللي وقعت ليه وشنو هو الاحساس ديالو ديك الساعه. في هذيك اللحظه حس براسو انه تحرر من جميع المشاكل والاعباء، وانه ما بقاش لا يبالي حتى شي حاجه والمشاكل اللي كان كيعيش فيها والمدرسه وبزاف د الحوايج. لان كما كنعرفوا ان هذوك المواد اللي كيستعمل الانسان كيفصلوه مؤقتا على الواقع، ولكن تقدر تصحى على واقع اسوء. وكيف ما كيقولوا سيادنا المغاربه اللي بغى شي حاجه كيوصل لها. داني بلا ما يحس براسو واحد النهار لقى راسو راكب في واحد الباص او طوبيس كيدير واحد البلاصه كيسميوها الرينغ او الحلبه. هذه ماشي شي بلاصه كيلعبوا فيها، هذا سجن سميتو سان
كوينتن، كيتسمى بالحلبة لانك الا دخلتي وما كنتيش ناضي ما تعيش. هذا السجن كان من اخطر السجون في امريكا، كان الا دخلتي ليه ما تعودش على راسك تخرج. واضطر داني على انه يكون هذا هو البيت الجديد ديالو. من الاشياء اللي عودها داني داخل هذا السجن هو ان التوتر طالع بزاف، والقباحه الا ما كنتيش قبيح ما تعيش. بنادم الا سولو قال لك شحال النمره ديال الصباط ديالك وما طلقتيش ليه، فراه كيختبرك وتيعرفك انك انسان ضعيف، والضعيف ما كيعيش وسط الناس. بطبيعه الحال داني كان انسان بحالي. المهم داني كان انسان مسيطر وكان ما تيخافش. اكيد غادي يلقى ماشي غير صعوبات في السجن، بل عرفتي شنو هو غيدير في السجن. ما نساوش الخوت ان داني كان عنده واحد المعلم اللي كيعلمو قبل ما يدخل للحبس، هو عمو. علمو اي حاجه قباحه ولا ديال الحرب اللي غتخليه يعيش امن ويعيش ملك وسط الحبس. داخل اسوار السجن كله كيفاش كيقضي المده السجنيه ديالو. كاينين الناس اللي كيخافوا وتيهربوا للمكتبه يقراو. باش الانسان يبقى على قيد الحياه كان خاصو يبقى يدير الرياضه ويبقى يترين. ما نساوش الخوت ان العم ديالو كان بطل وكان ذو بنيه جسمانيه قويه وكان كيشارك في مسابقات وربح 3 ديال البطولات. هادشي اللي خلاه يكون انسان قوي. وداني ولا في حاله لانه كان القدوه ديالو بحكم الجينات ديال العائله. وداني كان كيحاول يثبت الرجوله لراسو واللونتوراج ديالو، وكان القدوه ديالو هو عمو كان كيتريني وكان قبيح، فهو حاول انه يجمع الباكج ولا يجمع هذا الخليط ديال عمو ويكون نسخه من العم ديالو، ونجح على انه يكون نسخه من العم ديالو لدرجه انه هو اللي ولا تيكاري على الناس وكيحمي الناس داخل السجن. في احدى اللقاءات ولا البودكاستات ديال داني قال انه في السجن وقع عليه بلان، كانوا كيقمروا بهذوك اللعب ديال الدومينو ولا كيتعرفوا الدومينو، وقال لهم ربحني هذاك اللي قدامي. قال لهم وحيدت لي ديك 5 الحبات ديال الدومينو حيدتهم ليه. قال لهم يضرب فيه بواحد الطريقه مبالغ فيها اللي ادات به الاغماء وهزوه للسبيطار. هنا تيقول لك داني انني مني شدوني ودوني للحبس الانفرادي ما كنتش خايف، كنت فرحان بهذوك 5 ديال اللعاب اللي كنت شاد في يدي. هنا تيبان لك انه انسان ماشي طبيعي الداخل ديالو. الاخر كوما وانت فرحان بهذوك اللعيبات اللي عندك في يدك اللي ما كيسواو حتى شي حاجه. تيقول داني بانني خديت هذوك اللعيبات والسيد ضربته صيفطته للكوما وعنده وليدات وعنده عائله، وتما حس بالشر المجاني، حس براسو بانه اذى واحد الانسان. وهنا غادي توقع النقطه ديال التحول ديال داني اللي قالها باللسان ديالو. قال هنا تغيرت، ماشي نعس الشيطان وانبوا الضمير ديالو، بل غادي نفاجئكم الخوت، تغير الوحش ديال بصح، ما بقى كيحن في حتى شي واحد، بل ضاق اللذة انه يكون قوي. من بعد ما كان كيحس براسو ضعيف فقال هذه هي الطريقه. تذكر راسو وهو صغير كيفاش كان ضعيف، الدري البريء اللي كان كيهتم بالاخرين، كان انسان صافي من الداخل ديالو وتيحب الجميع، انسان مسالم. ريح مع راسو وقال واش نتغير للافضل والا غنبقى حياتي كامله انا في الحبس. وفي ذيك الليله قرر داني انه غيعيش بالطريقه ديالو، الطريقه اللي مسلكه، ولكن قرر انه ما يعيش بالطريقه اللي عاش بها العم ديالو. بدا كيتغير داني وقال حاس براسي انني باغي ندير شي حاجه للاخرين، اي نعاون الناس. الانسان اللي كان حاقد ومعقد وما تفهمش الشخصيه ديالو فجاه قرر على انه يكون انسان طيب ويعاون الاخرين. قالوا واحد اللعيبه واعره الدراري، قال لك قررت انني نعاون الاخرين وما نتسناش حتى شي مكافاه، كما تنقولوا حنايا دير الخير ولوحو في البحر. جزئيه بسيطه الخوت، الا كنتي كدير الخير ولا كتعامل مزيان مع الناس اللي دايرين بك وكتسنى يردوا لك الجميل، خلينا مع داني. من بعد 3 سنين عاود داني تطلق السراح ديالو وخرج من الحبس وخرج للحياه. دابا داني شنو هو غيدير؟ مني خرج من السجن اللي بان للناس
ان داني تغير ولا انسان مزيان. قلنا اللي تيبان للناس واللي شافوا الناس. ومني رجع لدارو من بعد الحبس الجده ديالو سدات عليه الباب، قال لها موي ولا جده واش نقدر نبقى شي ايامات نعيش معاكم؟ من بعد عائله داني تراجعوا والوالد ديالو قرر على انه يخليه يريح معاهم في الدار، ولكن وضع عليه شروط. تيقول داني دخلت للبيت النعاس ديالي وتشكيت، بديت كنفكر تكا وبدا كيقول هذا هو بيت النعاس اللي ولا بيتي اللي عشت فيه فاش كانت عندي 13 عام، وانا دابا مودان في عمري 26 عام، شفار وهز معايا اللعيبه ديالي. اذا انسان خر وباقي عايش مع والديه، والوالد ما حاملنيش، السلام ما تيقولوش ليا، وانا حاس بانه ما باغينيش نبقى في الدار. فهادشي كامل غيخلي داني ولا عنيد مع الوالد ديالو، ولا تيكثر من الوشوم اللي كان تيكرهها الوالد ديالو. واحد العقليه انه ما تيبغيش الوشم، بواه ولا عنيد ولا ضد فيه، عمر الجسم ديالو كامل بالوشوم. تيقول داني مشيت حدا التلفازه وتشكيت وحيدت التريكو ديالي ولا التيشورت، وبالعاني بغيت نوري الوشام ديالي، وعندي واحد الوشمه كبيره في الصدر ديالي، وهاد الوشمه الخوت هي اللي داير عليها الفيلم. وقال لهم انني هذاك الوشام ولا ديك الطريقه اللي درت من خلالها كنت بغا نقول للوالد ديالي انت مالك، الكور ديالي وحياتي هادي ندير فيها اللي بغيت. هذا شيء ولا طريقه من التمرد اللي عبر بها داني للوالد ديالو. الوالد ديالو على بونش كان غيشبكها معاه على قبل داك الوشام وداك الشيء بعد ما شاف هذاك المنظر. ولكن فجاه بانت الوالده ديالو وقالت ليه داني واش بغيتي شويه ديال الحليب وكيكه وتبعتر الحوار هنا. داني وضع الطفوله ديالو المعاناه والغضب ديالو الى جانب، وبدا كيعيش الحياه بالطريقه ديالو. كيقول انني بديت كندير الخير وكنعقل على اول انسان عاونته، مراه كبيره مخرجه اعزكم الله الزبل، هو غادي يعاون هاد المراه والنيه ديالو حسنه. المراه تخلعات منه وقالت هذا راه باينه باغي يهز ليا ديك اللعيبه ديال الكازو اللي كتكون قدام البيت ديال الدار، ولا باغي يدير شي حاجه، لان السمعه ديالو كما قلنا سابقه. ورجع لها داك الشيء ديالها هو طالع ليه الدم، وعرف بان الناس ما غاديش تغفر ليهم، ما غتصالحش مع انسان اللي سرق الحي كامل. لكن داني ما استسلمش، كمل وتعلم كيفاش يعاون ويساعد الاخرين، لدرجه في ذاك الوقت عندهم ثقافه معينه بدا كيفرق الرقم الهاتف ديالو، الناس بداو كيتصلوا به. الخطوه اللي جات من بعد منا ان داني حبس الشراب. هنا غنوقف واحد الوقفه وغنقول لكم الخوت، حنا كاملين قادرين اننا نعاونوا ناس انهم يخرجوا كما كتشوفوهم خايبين الحاجه افضل، ونقدروا اننا نطيحوا ناس يكونوا مزيانين ونرجعوهم خايبين. هنا كنلاحظوا ان داني اول ما شاف الناس كتعاطف معاه كان محتاج للتعاطف، رغم القوه ديالو، رغم هذا الشيء كامل بدات كتحسن الحياه ديال داني من بعد ما لقى واحد العمل اللي غادي يبدا به حياته، ولا اللي غادي يقدر يغير به حياته للافضل. ولكن في العمل الجديد ديالو واحد النهار جا واحد الزائر، واحد الكليان غير متوقع. عرفتوا شكون الخوت؟ العم ديالو. عمو كان يلا خارج من الحبس 15 يوم، وعنده كما قال هو كان لديه ما يحتاجه، عنده اي حاجه كيحتاج لها، مع العلم ان داني اللي في السيفيل اللي خارج السجن خدام وكيعيش. تيقول داني انا كاع مشحم بحال هكا وخدام في الخدمه ديال الخرده في فرافيراي. هو يضحك عليه عمو قال ليه اش كدير هنا، اش كدير اش الحال هذا؟ قال لي بلونغلي الدراري. ولكن داني قال لعمو سكوت تخصك راسك، خليني انا خدام خدمه شريفه. قال لي عرفتك خدام ولكن هادشي راه مدلوب. تيقول داني ريحت مع عمي واحد الوقيشه، فاذا بعمو كيجبد البيضه مونامو، راكم عارفين، جبد كميه كبيره وقال لي ها هي باش يغري باش يبداو التجاره. الكلام اللي كان كيقول لي في الاول كان الغرض ديالو باش يقول لي هذه راه ما خدمه ما والو،
وبغى يبين ليه الفلوس باش يجروا لعندو ويستعملو، وباش يغريه كشر عطاه $1000 ديك الساعه، المبلغ اللي مغري واللي يخليك تبدل المبادئ ديالو. انا كنعرف الناس اللي كيبدلوا المبادئ ديالهم على 4000 ريال. صحاب الانتخابات كنشوفكم، عطاه الفلوس وقال لي شوف شد في راسك، خرج من هادشي اللي كتعيشو واجي مرحبا بك الى الجنه، ولكن الحقيقه ديالها ماشي الجنه. تيقول داني كان عزيز عليا عمي مني كنت صغير، كان القدوه ديالي، كان المثل الاعلى ديالي، ولكن قلت ليه عمي ما غنديرش هادشي. وكانت هذيك اول مره داني غيرفض العم ديالو اللي عزيز عليه واللي هو القدوه ديالو امر. اول مره غيقول لي لا ما غنديرش واحد الحاجه اللي باغيها. قال لك بعدت منه وريحت، بعد من عمو بدا كيقول اش هادشي، اش هذا، اش درت لك انا؟ ما درت لك والو. من ديك اللحظه ولحسن الحظ هنا كتبان القوه الشخصيه ديال داني، انه ما بقاش كيتابع عمو، ما بقاش هو القدوه ديالو ولا المثل الاعلى ديالو. من بعد منا بوقت قصير عمو تناول جرعه زيد نغزه وهو يمشي اوفر. من بعد ما توفى العم ديالو اللي كان بمثابه الاخ الكبير ديالو حزن عليه، ولكن ما يطولش الحزن تجي واحد الفرحه، واحد الحاجه اللي غتغير الحياه ديال داني. داع الصيد ديالو في المنطقه والشراسه ديالو والهيئه اللي كانت عنده الوشامات، وكان واشم واحد الوشام اللي غنهضروا عليه من بعد. كان واحد المخرج باغي يدير واحد الفيلم كيهضر على هاد النوعيه ديال البشر، على الناس اللي ذوي السجون ذوي الصوابع، الناس المنحرفين اللي ما كيخافوش. فهو اختار انه يجيب واحد من الواقع، والاختيار انا على من غيجيب بطبيعه الحال كما توقعتو على داني اللي كان ردي سجون كما تيقولوا المصريين حباز، جا من واحد الطفوله كئيبه، عاش واحد الحياه مخربقه، من بعد غيجي الفراج فرصه انه يمثل فيلم هوليودي. هنا غيمثل قدام واحد الممثله اللي شهيره، نجمه من نجوم هوليوود، سلمى حايك من اصول عربيه. سلمى حايك ممثله بوغوصه قرطاسه تيتيزه سلسه، والتمثيل ديالها واعر وعندها افلام ناجحه. كيفاش قدر المخرج انه يربط ما بين جوج ديال الشخصيات، شخصيه من الواقع اللي هضرنا عليه ومن خلفيه سجنيه وبزاف ديال الامور، مع ممثله وسط هوليوود وسط الريج وسط الاضواء، غتوقع واحد سيربرايز اللي ما عندوش الزهر ما عندوش. من بعد ما دار الفيلم ونجح وتقن الشخصيه لدرجه ان الناس بقاو كيشوفوا في هذيك النظره ديال ديك الانسان المنحرف. العجيب هو اللي لاحظوا الناس والسوشيال ميديا والاعلام ديك الساعه، انه هو وديك الممثله رغم الفارق الثقافي ديالهم، رغم الفارق الاجتماعي ديالهم، شافوا واحد التناغم بعضياتهم بحال القصه ديال الحسناء والوحش. هنا كيبان الذكاء ديال المخرج. قال في التصريح ديالو انه اختار داني لانه كان كيقلب على واحد الشخصيه اللي تكون انها كتبان انسان ما كيرحبش، انسان وهله الاولى ملي كتشوفو كتخلع منه. ولا كيفاش مزج ما بينه وبين هذه الانسانه اللي كتبان رقيقه بريئه وجميله، ولكن هي من الاخبار اللي وصلوها عليه والناس خلعوها منه وتلاقات معاه وشافت هذيك الهيئه ديالو، فكما كتصرح قالت بميريكانيه الله يسمح ليا ما كرهتش ان الارض تشق وما نقدرش نبقى نشوف ليه في عينيه، لدرجه ان الناس كاملين بما فيهم الناس اللي في السطاف وفي لونتوراج وفي البلاطو تخلعوا منه وقالوا هذا الشخص مخيف. دانيال تيقول اني تلاقيت مع ديك الممثله اللي هي سلمى حايك وقال بانها جميله، الممثله الهوليوديه سلمى حايك. في اللقاء ديالهم وهي خايفه منه، فجاه داني حيد تريكو ديالو، فاذا سلمى حايك كتفاجئ بواحد الحاجه، انها كتشوف واحد الوشم في الصدر ديالو اللي هو صوره ديالها كانه رسمها واش امراه الصوره ديالها. لكن ردة الفعل ديال سلمى حايك ما كانش كيفاش توقع داني. تيقول مع راسو تيخافوا منك الناس داني، احساس صعيب انك تكون من الداخل ديالك انسان مزيان ولكن ما قادرش تثبت للناس، ولا الناس ما بغاوش يتيقوا وعندهم انحياز انك شخص سيء.
والعباره اللي قال دانيال وانا شخصيا حركاتني، قالوا الناس ولا عقيده اللي ما صحيحاش عند الناس، قالوا ليه بان الانسان اللي ما مزيانش وسيء ما عمره كيتغير، تيبقى هو. هنا دانيال واش غيتبت الناس العكس ولا فعلا الناس عندهم الحق؟ هذا الفيلم وهذه الفرصه الجديده خلات داني انه يقول مع راسو ان الحياه افضل وانني نقدر نكون انسان افضل. ولكن داني هنا هو اللي دار حكم مسبق على سلمى. تيقول داني في النهار الثاني ديال عيد الشكر عندهم اتصلت به او لا جاتو مكالمه من عند سلمى حيك، ديك السيده اللي كانت في المقابله الاولى خايفه منه هي اللي كتعيط ليه. اش باغا منه؟ وهذا الشيء كان من بعد شهرين تقريبا. اتصلت به وقالت ليه داني واش تبغي تجي دوز معايا الليله ديال عيد الشكر؟ وانا عارف هذا الحلم ديال جميع المغاربه خارج ارض المغرب وداخل ارض المغرب. قالت لي واش غتجي؟ قال لها انا قادم. ومشى. دير مناسبه فيها العائله وعرضات عليه لدرجه قال لهم دخلت للمرحاض وبديت كنبكي لانه شخص محتاج لهذا الجو، محتاج ان انسان يتيق فيه ويعرض عليه بحال هكا، لان كل شيء كان كيشوف في هذيك النظره ديال انسان سيء. تيقول ما تيخش انها زوينه ولطيفه ورائعه جدا وظريفه لهذ الدرجه. وكاينين الناس بحال هكا. باش نقربكم من الصوره الخوت، الفكره او التفكير اللي كتفكر به سلمى حيك كيبان من خلال واحد الجمله قالتها في التصريح وهي كتهضر على داني. قالت الا ارتكب شي خطا فراه هي ماشي نهايه العالم ولا تيأس بسببه. يا ايها الذين اسرفوا على انفسهم لا تقنطوا من رحمه الله ان الله يغفر الذنوب جميعا. وقالت ليه سلمى ان الخطا ديالك او خطاك فرصه لنموك، اي فرصه انك تطور. وبهذه المناسبه كنقولوا للاخوان ديالنا اللي تبعوا القصه لهنا، اي خطا درتيه في حياتك لا عيب انك تخطا، لان البشريه ديالنا كتقتضي اننا نديروا بعض الاخطاء، ما نوقفوش عند الماضي ونديباسي، لان السنوات اللي جات من بعد راى العالم كامل شاف داني الحقيقي. داني تريخو ادى دور بطل العالمي والحقيقي اليوم. واحد النهار داني ديز وطرات واحد الكسيده طوموبيلات واحد الكرواس ماشي ضرب شي تقريبا الطوموبيلات. في واحد الطوموبيله من ديك الطوموبيلات كاين واحد الدري من ذوي الاحتياجات الخاصه مريض وعنده مرض التوحد. هنا كيبان في كاميرات المراقبه ان داني كيجري ومشى اعتق الدري. وتيقول داني ان من اصعب الاشياء انك تلمس دري من الدراري اللي كيعانيو من مرض التوحد او متلازمه التوحد. قال لهم درت جميع الوسائل واستخدمت القوه ديالي ولا البطوله ديالي انني نشد الدري ونخرجو من بعد ما السياره كان يقدر يوقع فيها بزاف الحوايج. وكيبان كما كتشوفوا ان داني هو كيطمن على الطفل من بعد ما رجعوا للام ديالو ولا جده ديالو. هنا كيبان لينا الجانب الانساني من داني. وهنا كرساله في وسط القصه ان الناس كلنا فينا كما كنقول ديما الجوكر وباتمان ما نحكموش على بعضياتنا. داني تبت للعالم واللي غتشوفه من بعد بانه شخص متميز، بل شخص يستاهل فرصه فحال بزاف الناس في المجتمع اللي كنعيشوه. واليوم اللي كنعيشوه داني قرر خذ القرار اللي نتمنوا اي واحد كيتفرج فيه، القرار اللي تيكون ديما حازم في حياتنا. القرار ما كيجيش ببساطه، القرار كيجي من الداخل ديالك. قرر على انه يتغير للافضل رغم انه عرف وشاف بزاف الحوايج وشاف وعرف ان الحياه ما سهلاش، ولكن اختار انه يكون باتمان. داني مشى في الطريق ديالو ونجح، وكان من بعد ما كان مثال وقدوه وانسان سيء اللي تيكرهوه الناس كاملين ولا واحد القدوه اللي اليوم داني تيدور العالم كامل في محاضرات والف كتب ديال التنميه وتيعاود للناس القصص ديالو، بل يدعو الناس للايجابيه وكيبين للناس انطلاقا من التجربه ديالو، لان الناس كنعرفوا انها كتاثر اكثر بالناس اللي عاشوا الحاجه
هو عاش طفولة صعيبة، هو عاش طفولة مضطربة، عاش حياته كاملة مخربخة، ولكن في الآخر ديالو عرف بأن ديك الطريقة اللي اختار ماشي هي الأنجح. إلا رجعنا بالقصة غنلقاو بأن الوالدين عندهم يد في هادشي، ولكن كيف ما كان الحال داني قدر على أنه ينقص هادشي كامل، ينتقل ويحول ويدير ترانسفورماسيون من الإنسان السيء اللي صنعاته الظروف يكون سيء. اليوم داني من أكثر ولا من أنجح الناس المحفزين في العالم اللي كيتهافتوا عليه الناس كاملين. أخي ولا أختي، إلا وصلتي للقصة لهنايا بغيت نقول لك بأن القصص اللي كنعاودو ماشي قصص خيالية، هذا قصص واقعية، هذا رجل واقعي، ولكن اللي خصك تعرف أنك قادر توصل لأحسن نسخة منك وتكون بطل وتوري للناس بإيجابية، سواء الناس اللي حقروك، سواء الناس اللي قلوا منك، سواء الناس اللي حكموا عليك، توريهم شنو هو كتسوى. مادام انت في الحياة لا يأس مع الحياة ولا حياة مع اليأس. التنمية البشرية والكلام المحفز بوحدو ما كافيش، شنو هو اللي خاص؟ الانضباط، العمل. هادشي كامل كنهضر عليه الخوت في القناة ديالي، رجعوا اللايفات ديالي ومزيد ان شاء الله من القصص اللي غنحاولوا من كل قصة نستنبطوا فكرة. وما تنسوش الخوت دعمونا بالكومونتير ديالكم والبارطاج، وتسناو ان شاء الله قصص جديدة. وكان معكم خوكم فاروق، والى اللقاء.